خلينا نتكلم على خساره الوزن. بتحاول تخس وبتعمل كل حاجه صح ومش عارف ليه لسه لحد دلوقتي ما نزلتش في الوزن. تختار اكلك صح وبتعمل عجز في السعرات وبتزود حرقك عشان قانون الثيرموداينامكس الاول ان السعرات اللي داخله لازم تبقى اقل من اللي خارجه. حلو قوي. هقول لك على 7 حاجات لو بتعمل حاجه منهم فغالبا هيبقى هو ده السبب ان انت ما بتنزلش في الوزن. اول حاجه احب اعرفك على ميزان الاكل، ده معمول مخصوص عشان توزن عليه اكلك، فما تقوليش بقى هوزن بالمعلقه وبالمعلقتين والكلام ده. بص، المعلقه معموله عشان تاكل بيها وبس، وبلاش بقى الحاجه الشهيره بتاعت لا اصل انا بقالي كتير بوزن فعارف شكل الاكل بالويم كده. يا راجل عيني في عينك كده، انت بقالكش اسبوع بتوزن. تاني حاجه النقنقه، تسلت موزايه كده على واحده كيوايه على بلحتين ولا خليهم 3 عشان السنه، شويه مكسرات بقى ومعلقه العسل اللي بتتحط على القهوه الصبح وشويه الزبده اللي بتتحط عشان تسوي الفراخ. الكلام ده كله وانت مش واخد بالك ممكن يجمع لاكتر من 500 سعره. يعني لو انت اصلا عامل عجز 500 سعره فانت عدلتهم تاني، فما تتفاجئش لما تلاقي وزنك ثابت زي ما هو ما بينزلش. وحل النقنقه دي ان انت تقفل بقك طول ما ده مش ميعاد وجبتك، ولو فعلا بتجوع ما بين الوجبات وده اللي بيخليك تنقنق فانت اشرب ميه كتير وحاول تدخل فايبرز كتير في الدايت بتاعك، حاجه زي الخس، سبانخ، الحاجات دي هتشبعك فتره اطول. وطبعا هنزود البروتين عشان نبني عضلات وعشان تشبع برضه. تالت حاجه الاسترس او الضغط النفسي. كل ما الضغط النفسي يقرب منك حاول تبعد عنه، لو قرب منك حاول تبعد عنه، لقيته خلاص جايلك مفيش غير حل واحد بس وبينفع في اغلب الاحوال: نام. لان الاسترس او الضغط النفسي بيلعب في هرموناتك فبيعلي الكورتيزول اللي بالتالي بيحط جسمك في حاله هدم، فاحسن حاجه ان انت تبعد عن الاسترس ده، واحسن حل ان انت تنام. رابعا المعتقدات الغلط، حاجه مثلا زي ان السكر اوحش من العسل. كويس لحد هنا، بس ان انت تلغي السكر وتفتري على العسل ما ينفعش، لسه في سعرات حراريه لازم تتحسب، ما ينفعش ما تحسبش سعراته بحجه ما هو هيلثي. او لو انت عايز لسه تحلي الاكل فممكن تستخدم سكر دايت زي ستيفيا او سويتال وغيرهم كتير. حاجات تانية كتير بقى زي مثلا ان الشوربه ما فيهاش سعرات مع انها عباره عن ميه ودهون، فهي لسه فيها سعرات ولازم تتحسب. او مثلا ان منتجات الدايت مضره وممكن تجيب سرطانات، فانا هروح جايب بقى المنتج العادي عشان ما يجيليش سرطان. يا راجل بص، انت لو تفكيرك كده فانت ما تجيبش لا دي ولا دي، لان انت كده هتبوظ سعراتك خالص. وغيرها كتير بقى مثلا زي الزبادي برضو والليمون اللي هتاكله فتخس، يعني ازاي هتدخل جسمك سعرات فهتخس؟ مش منطقيه. خامس حاجه ان انت تكون عملت دايت قاسي وقعدت فتره كبيره مستمر عليه وجسمك وصل لمرحله بلاتو. انا عايز اقولك ان جسمك بيعمل ادابتيشن على اي دايت انت بتعمله، فانت لازم بعد كل 2 أو 3 تعمل دايت بريك على حسب انت بتشوف البلاتو ده امتى. ايه هو بقى الدايت بريك وايه هو البلاتو؟ البلاتو ان انت بتوصل لمرحله ان انت خلاص كنت بتنزل في الوزن ودلوقتي ثبت بقالك فتره، والدايت بريك هو ان انت ما بتعملش عجز في السعرات وبترجع تاخد سعرات ثباتك تاني لمده معينه عشان جسمك يعمل ادابتيشن عليها، يعني يتكيف على السعرات دي فيعرف ان دي سعرات ثباته، بعد كده ترجع تعمل عجز تاني. وهي دي تقريبا نفس فكره الشيت داي والشيت ميل والريفيد والكلام ده كله بس مع اختلاف الطرق يعني. خامس حاجه الامراض المزمنه اللي بتاثر على نزول الوزن، حاجات زي مقاومه الانسولين او الغده وغيرهم. مقاومه الانسولين حلها بسيط جدا وهو ان انت تبني كتله عضليه، يعني تنزل الجيم، لان العضلات هتسحب السكر اللي في الدم وهتستهلكه فبالتالي الانسولين مش هيعلى في الدم. انما امراض الغده بقى لازم تروح تتابع مع الدكتور عشان جسمك مش هيستجيب زي ما انت متوقع لاي دايت هتعمله في اي ظرف من الظروف، فلازم الاول تستشير طبيب، بعد كده تعالج الغده وتاخد الادويه بتاعتها، بعد كده تعمل نظام غذائي او تروح لاخصائي تغذيه متخصص في امراض الغده يساعدك في الحوار ده ويعمل لك نظام غذائي مناسب ليك. سابع حاجه ان انت ما بتحرقش، نشاطاتك في اليوم قليله، مفيش رياضه معينه بتلعبها او مفيش هوايه انت بتحبها، فمبدئيا لازم تتحرك وتعمل اي نشاط عشان تعلي حرقك في اليوم. مش شرط يبقى جيم، مع ان الجيم هيعمل لك عضلات والعضلات دي هتحل مشاكل كتير، بس اهم حاجه ان انت ما تقعدش في البيت، يعني اختار لك هوايه معينه وانزل اعملها. وممكن كل فتره تجرب العاب او رياضات جديده عشان ما تزهقش. فبس كده، بما ان ده اول فيديو قول لي في الكومنتات عايز الفيديو الجاي عن ايه، وما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب والحاجات اللي هي لسه انا جديد عليها دي. وبس كده.